لو انت دايما بتقعد قدام الكيبورد او الكاميرا عشان تعمل محتوى ونفسك تعمل محتوى، بس دايما بتحس ان مخك فاضي، مفيش افكار تقدر تقدمها للناس. فانا عايزك تركز في الجمله الجايه دي. المشكله هنا مش انك مش مبدع، المشكله ان انت مستني الفكره تجيلك، الفكره القويه اللي هتقدر تقدم بيها محتوى للناس، وغالبا الفكره دي مش هتيجي. والناس اللي دايما بتشوفهم على السوشيال ميديا بينزلوا محتوى باستمرار، الناس دي مش احسن منك ولا عندهم الهام اكتر منك، الناس دي عندها نظام. في الحلقه دي هنتعلم ازاي نعمل نظام كامل خطوه بخطوه علشان يبقى عندك مولد للافكار دائم وعمرك ما تعطل ابدا. يلا بينا نبدا في الحلقه دي، بس ورقه وقلم بقى علشان في الحلقه دي هتطلع من 20 30 فكره تعملهم في المحتوى بتاعك. طيب خلينا نعرف الاول ليه دايما انت دماغك بتحس ان هي ما فيهاش افكار. احنا اتعلمنا او اتعودنا معظم الناس يعني ان الافكار دي بتيجي عباره عن الهام، فبتقعد مثلا تقول لك ما عندكش افكار، تقول لي انا ما عنديش الهام، انا مش في المود دلوقتي، بدون ما انت تبذل جهد او تفكر بشكل قوي. ودي اكتر حاجه ممكن تاثر عليك في صناعه المحتوى، ان انت دايما بتحط النتيجه في مصير حاجه مش بايدك. فاحنا في الاول محتاجين نغير الفكر ده ونحول الموضوع الافكار ده من ان هو مجرد الهام او ان انا بيجي لي مود فبطلع افكار، لنشبهه بالمسار بتاع المصانع. انا دلوقتي عندي مصنع المفروض بينتج الافكار، فانا محتاج له مواد خام، محتاج له تشغيل، محتاج له بنك اطلع فيه المنتجات احفظها فيه، وهكذا وهكذا. فاحنا هنمشي على 5 مراحل عشان نبدا نولد افكار بشكل دوري كتير، اكننا ماشيين بننتج حاجه في مصنع. وده النظام صدقني بيفرق كتير قوي من صناع المحتوى، ان في واحد شغال بنظام وفي واحد شغال مش بنظام. اللي شغال بنظام بينزل فيديوهين 3 في الاسبوع، واللي مش شغال بنظام بينزل فيديوهين او 3 في الشهر، وده اللي احنا مش عايزين نوصل له. فتعالوا نبدا دلوقتي نتكلم على النظام الكامل لتوليد الافكار، ونبدا بالمرحله الاولى. المرحله الاولى هي المدخلات، المواد الخام اللي تبدا تشغل بيها المصنع. بس في قاعده عايزين نتفق عليها، ان ما ينفعش تطلع اكتر ما بتدخل. يعني لو المدخلات قليله مخك هيفضل فاضي. منطقي صح؟ طيب عموما انواع المدخلات هم 2. واحد مشهور جدا وده اللي بيعتمد عليه كل الناس تقريبا، وفي واحد محدش بيجي جنبه وده اللي المفروض نشتغل عليه بشكل اكبر. اول واحد هو فكره ان انا ابدا اتعامل مع السوشيال ميديا ان هي تديني مدخلات في دماغي. يعني من الاخر ابدا استهلك محتوى ناس تانية من كتب ومقالات وريلز وشورتس وفيديوهات طويله، وتش ده مهم على فكره وبننصح بيه في الكورسات، ويبدا يطلع منه المدخلات في الحته دي. تاني نوع من المدخلات بقى وهو الكنز، وهو حياتك انت. طبعا كلنا عارفين الشخص المشهور جدا جاري في، اللي هو اكتر حد بيتكلم عن صناعه المحتوى. كان بيقول دايما مقوله اسمها document don't create، يعني وثق ما تنتجش. فكرته ان انت عايش كل يوم بتجارب ومواقف ومشاكل بتحلها كل شويه، كل دي افكار محتوى جاهزه بس احنا بنعديها. فالمقصود هنا بدل ما تخترع الافكار من الاول، لا وثق الحاجه اللي انت عايشها. وعشان نعمل الموضوع ده بشكل عملي، كل اللي هتعمله ان انت هتقعد تفكر في الاسبوع اللي فات ده بس. اكتب في ورقه كل المشاكل، كل التحديات اللي قابلتك، كل العوائق وحلها كان ايه، سؤال حد سأله لك، غلطة عملتها، حاجة انت حلتها. تقريبا انت لو قعدت تكتب الموضوع ده طلعت اكتر من 10 افكار. ودي كانت اول مرحلة. المرحلة الثانية وهي زاويتك او الجانب اللي فيه خبرة بتاعتك. دلوقتي احنا عندنا المواد الخام، طلعنا الافكار الكتير اللي مرينا عليها في خلال اسبوع، ولكن الافكار دي غالبا كل الناس بتتكلم عنها لان غالبا المشاكل بتبقى واحده. ايه اللي بيفرق بقى انت كشخص تتكلم في الموضوع ده عن غيرك؟ هي زاويتك. في مفهوم عبقري كده من واحد اسمه ديفيد بيرل، اسمه بيرسونال مونوبولي، يعني الاحتكار. وكان بيتكلم ان الجمهور بتاعك مش بيتبني عن طريق موضوع او فكره، هو بيتبني عن طريق تقاطع 3 حاجات اساسيه في حياتك، هي مهاراتك واهتمامك وشخصيتك. انت لو فكرت معايا هتلاقي ان اي حاجه انت مهاري فيها، اي حاجه انت مهتم بيها، او اي صفات معينه في شخصيتك فيهم مشتركات كتير ما بينك وما بين باقي الناس كلها، فهيبقى عليها منافسه كبيره. ولكن تقاطع الحاجات دي او تقاطع ال3 حاجات دول بينتج عليهم، يعني انت الشخص بتاعك باهتماماتك بمهاراتك بكل حاجه، انت ده التقاطع ما بين ال3 حاجات. فدي المنافسه عليها مش هتكون خالص زي منافسه ان انت تتكلم عن مهاراتك بس، او شخصيتك بس، او اهتماماتك بس. ففي الاخر قبل ما تسال نفسك اعمل محتوى عن ايه، اسأل نفسك ايه الموضوع اللي اقدر اتكلم فيه بزاويتي انا وشخصيتي انا ومحدش تاني يقدر يتكلم عليه بالشكل ده. الاجابه دي هي اللي هتحل لك كل المشاكل. المرحله الثالثه بقى وهي اكتر مرحله نتكلم فيها، وهي المرحله اللي بنحول الفكره الواحده لاكتر من 20 فكره. وهنا بقى قلب المصنع كله، عندنا الافكار وعندنا الزوايا، محتاجين بقى الجنريتور او المولد اللي يمسك الحاجات دي كلها ويحولها لمنتج او فكره. وهنا بقى هنستخدم نظام عملهم 2 من الاصدقاء، نيكولاس كول وديكي بوش، واسم النظام ده Endless Idea Generator. الفكره هنا مش مولد افكار بمعنى ان هو يفضل ينتج لك افكار، هو
كانت معنى الموضوع ان المشكله مش في انتاج الافكار، المشكله في ان انت ما عندكش سيستم يحول الفكره اللي انت جبتها لكذا فكره تانية. وده اللي احنا هنتعلمه في النظام ده. والفريم ورك بتاعه بيتكون من 4 خطوات هنمشي عليهم خطوه خطوه عشان نوصل لاحسن نتيجه في دماغنا. اول خطوه هي اختبار السنتين. اسال نفسك ايه المشاكل اللي حلتها والحاجات اللي اتعلمتها في خلال سنتين. اكتب الحاجات دي كلها في ورقه بدون الحكم على اي فكره اذا كانت حلوه او لا. تاني خطوه قسم اللي كتبته لمسارات، ممكن مسارين او 3. هديكم مثال على نفسي عشان تفهموا اكتر. انا مثلا المسارات اللي انا خدتها وماشي عليها بقالي فتره: ازاي اخلي الناس تصور بالموبايل بشكل احترافي، ازاي تمنتج على الموبايل بشكل احترافي، ازاي تطلع افكار وتنتج سكريبتات وهوكس بشكل احترافي. دول 3 مسارات همسك الافكار اوزعهم عليهم. يعني من الاخر دي الاعمده اللي انا ببني عليها المحتوى بتاعي. ثالث خطوه انت محتاج تزود التحديد. كل ما زودتك او الناس اللي بتكلمهم بقوا في فريم اضيق او محدد اكتر، كل ما الافكار تقدر تنتجها بشكل احسن. يعني مثلا بدل ما اقول انا هتكلم عن صناعه المحتوى، انا هقول ان انا هتكلم عن صناعه المحتوى للناس المبتدئه اللي عايزه تصور بالموبايل وتنتج محتوى احترافي بدون معدات غاليه. شفت انا حددت قد ايه؟ على فكره انت مش محتاج غير تجاوب على سؤالين بس عشان تعرف تحدد اكتر الموضوع. الفكره دي بتخاطب بيها مين وعلشان يعمل ايه، النتيجه اللي هيوصل لها ايه. الخطوه الرابعه بقى والاخيره في المرحله دي وهي الفريم ورك. والفريم وركس دي هي الزوايا المختلفه اللي انا هقدر اخلي الفكره بتاعتي ليها 4 افكار مختلفين. هي نفس الفكره بس يطلعوا ب4 زوايا مختلفه. اول فريم ورك هو الاكشنبل او الحاجه القابله للتنفيذ. يعني فكره فيديو عن اعدادات او خطوات ونصايح، شخص يتفرج على الفيديو يمسك الحاجه ويعمل لها الخطوات دي فيطلع نتيجه. مثال برضو على المحتوى بتاعي: ممكن اعمل فيديو عن 3 اعدادات تصوير في الموبايل هتخلي شكل صورك احترافيه مثلا. يعني خلينا نرجع بس ستيب، احنا بنتكلم عن صناعه المحتوى في التصوير، يعني تصوير في صناعه المحتوى، فانا هطلع منهم 4 زوايا مختلفين ب4 فيديوهات وانا هثبت لك ده دلوقتي. تاني فريم ورك اناليتيكال او التحليل. نفس التوبيك هطلع له فكره بزاويه مختلفه فيها تحليل، ارقام، نتيجه، اي حاجه. لسه التوبيك بتاعنا تصوير محتوى بالموبايل، فممكن نعمل فكره اللي هي ليه ممكن تبقى فيديو متصور بالموبايل احسن من متصور بالكاميرا. وهنا ابدا احلل الموضوع اذا كان مثلا الشغل بالاضاءه، الموبايل كان متصور بزاويه كويسه و ممكن اجيب مثلا بيفور وافتر، فيديو موبايل، فيديو كاميرا، وهكذا. فنفس التوبيك لكن زاويه مختلفه. ثاني فريم ورك هو الاسبيريشنال او الطموح. وهنا بقى هناخد نفس التوبيك وهنحكي عنه قصه او تحول او حاجه انت بتطمح فيها. مثال مثلا: اول مره فهمت ان المشكله مش في الكاميرا ولا الموبايل، المشكله في الاضاءه كانت امتى. وابدا احكي الموضوع بكل تفاصيل. نفس التوبيك اهو و3 زوايا ولسه في كمان زاويه رابعه. الفريم ورك الرابع وهو الانثروبولوجيكال، ويا رب اكون بقول الكلمه دي صح. وهنا بقى بتحكي عن سلوك انساني، خوف، اعتقاد غلط، حاجه نفسيه. زي مثلا ليه المصورين المبتدئين نفسيا بيروحوا يشتروا معدات اضاءه كتير بدل ما يتعلموا اصلا اضاءه. هنا انت بتحكي عن مشاكل وجوديه ناس بتعملها دايما بحكم الغريزه بتاعتها، ان هم مقتنعين ان هم لما يشتروا معدات كتيره هينتجوا حاجات احسن وبكواليتي اعلى، ولو ان هم ممكن يوفروا ويتعلموا اضاءه او يتعلموا توزيع الاضاءه بشكل كويس، فبالتالي هيطلع انتاج احسن مش بالمعدات يعني. وهنا بقى كان السحر الحقيقي. احنا قدرنا بكل سهوله نطلع توبيك واحد منه 4 زوايا مختلفه ب4 افكار مختلفين. ودي النقطه اللي بتفرق ما بين شخص والتاني او صانع محتوى وشخص تاني، ان هو مش بيعمل فكره ولو نجحت بيسيبها وخلاص، لا ده بيطلع منها زوايا مختلفه بنفس التوبيك. فبالتالي الراجل ده هيكون عنده افكار كتير قوي ما بتخلص. فطبق ال4 افكار دي في اول حاجه زي ما قلنا، ان احنا نجيب كل المشاكل والحاجات اللي احنا حليناها وكل العوائق اللي انت كنت فيها على مدار اخر سنتين في حياتك وتكتبهم. اختار المسارات، اكتب الافكار، طلع من كل فكره على الاقل فكرتين او 3 تانيين، هتلاقي عندك اكتر من 30 40 فكره. والموضوع ده والله هيخلص في ساعه انت بس لو قعدت ركزت شويه. المرحله الرابعه بقى هي مرحله بنك الافكار. ولكن قبل ما نخش على المرحله الثانيه عايز اقول لك على حاجه سريعا. لو انت في يوم من الايام بتفكر تخش في مجال صناعه المحتوى ونفسك تبقى صانع محتوى، او لو انت شخص عندك براند ونفسك تعمل له محتوى عشان تسوق ليه بشكل اكبر وتحقق دخل عن طريق صناعه المحتوى زي ما انا بعمل وغيري كتير، فانا عامل ورشه اسمها وان مان كرول، تعليم تصوير وصناعه المحتوى بالموبايل او حتى بالكاميرا. الورشه دي انا باخدك فيها من اول اختيار النيش، من اول اختيار المجال اللي انت عايز تتخصص فيه، لكتابه السكريبت، لانتاج الافكار، وازاي تحقق دخل قوي من صناعه المحتوى، وهنتكلم عن البلاتفورمز والالجوريزم. بعدها هاخدك في قسم تاني مختلف تماما عن ازاي تبدا تصور بالكاميرا وازاي تصور بالموبايل، هنعلم اساسيات الاضاءه، هنعمل كذا سيت اب مختلف، وكمان هعلمك في الاخر اديتنج على برنامج بسيط جدا مجاني على الموبايل، كل ده بسعر كويس جدا. هسيب لك لينك الاشتراك موجود في الديسكربشن، لو انت مهتم خش بص.
يلا نرجع للحلقه. زي ما قلنا ان المرحله الرابعه بقى وهو بنك الافكار. خد بالك انت او غيرك او انا، كل صناع المحتوى بيجي لهم افكار كتير في اماكن مختلفه، ممكن وانت في الشغل، ممكن وانت في الحمام، ممكن وانت قبل ما تنام على طول. وللاسف بيهيأ لك ان انت لما تفوق او تصحى او تروح البيت او ايا كان هتفتكر الافكار دي، ولكن للاسف مفيش الكلام ده بيحصل خالص. الفكره اللي بتجيلك لازم تتسجل حالا وانت واقف في مكانك في وقت ما تيجي الفكره دي. فالمطلوب من حضرتك يكون عندك بنك افكار عباره عن شيت على جوجل، نوت على الموبايل، تمبلت على نوشن. المهم مكان يكون فيه بنك الافكار واحد بس، بحيث لما تيجي تفكر تنزل اي بوست او تنزل اي فكره على السوشيال ميديا، انت مش هتقعد تدور، انت هتبدا من النص. عندك 50% انت اصلا شلتهم، ان انت عندك افكار كتيره قدامك تقدر تاخد اي حاجه منهم وتطورها وتطلعها بزاويتك او بطريقتك. فمن الاخر اي فكره تجيلك في اي وقت لازم تبعتها على البنك على طول. المرحله الخامسه والاخيره، الفلتره. اخر مرحله وهي من المراحل المهمه جدا عشان ما تضيعش وقتك. انت دلوقتي شخص لو مشيت على المراحل دي كلها، انت حاليا بقى عندك بنك افكار كتيره جدا، ولكن هي عشوائيه شويه. ولو قررت تصور كل الافكار هتتعب وتمل وهتنزل محتوى ضعيف. عشان تتاكد ان الفكره دي فعلا قويه لازم تعدي على 3 اسئله واجابتهم تكون تمام، نعم، صح. اول سؤال، هل الفكره دي هي فعلا مشكله الناس تدور عليها؟ لو اجابتك نعم تمام، اجابتك لا يبقى الفكره دي لسه مش كامله. تاني سؤال، هل الفكره دي اقدر اقول فيها رايي ويكون راي يونيك كده خاص بيا؟ لو الاجابه نعم تمام، لا يبقى برضو الفكره لسه مش جاهزه. تالت سؤال وده انا بشوفه اهم سؤال فيهم كلهم، لو فكره الفيديو دي عدت عليك وانت بتسكرول وبتتفرج، هل انت شخصيا هتقعد تتفرج ولا لا؟ لو والثلاث اسئله نعم فالفكره دي مصوره حالا، لو لا يبقى انت محتاج تعيد النظر للفكره دي او تبدا تطلعها بزاويه مختلفه. طيب انا كده خلصت، بس قبل ما امشي انت عند حضرتك تحدي معين محتاج تعمله. انا عايز منك حاجه واحده بس النهارده، قبل ما تنام كده بشويه افتح نوت واعمل تحدي السنتين. اكتب كل المشاكل والحاجات اللي انت اتعلمتها في اخر سنتين من حياتك، حتى لو بشكل عشوائي. اختار منهم 3 افكار وطبق عليهم الفريم وركس اللي انا قلت لك عليهم. فبالتالي ال3 افكار او ال3 مسارات دول هيتطبق عليهم ال4 فريم ورك اللي انا شرحتهم، هيطلع لك بنك افكار قد كده. ولو عملت كده فعلا ارجع على الفيديو ده في الكومنتس واكتب لي انا طلعت عدد افكار معين في القعده اللي انا كنت قاعدها دي. وبس كده، ده كان كل اللي في الحلقه النهارده. اتمنى تكون استفدت، ولو استفدت قول لي في الكومنتس، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.